النهارده يوم تاريخي. النهارده كان الاندرويد شو ايفنت من جوجل اللي اتغير فيه نظام التشغيل او الاوبريتنج سيستم، بقى انتليجنت سيستم، وكل حاجه بقت اي في اي. تعال نشوف بقى اهم التحديثات اللي جوجل اتكلمت عنها. نبدأ بأول خبر وهو كروم بوك. جوجل قررت تقعده في البيت نهائيا وتنزل مكانه جوجل بوك، والمرة دي ده مش حاجة براوزر بيزد زي كروم بوك، المرة دي هيبقى فيه اوبريتنج سيستم جديد اسمه ألومينوم او اس، وده نظام مبني كامل على اندرويد 17. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش تطبيقات او ابلكيشنز هتشتغل تاني على محاكي او سيميوليتر، الابلكيشنز هتشتغل نيتف، يعني كانها شغاله على موبايلك بالظبط يا صديقي. كمان عملوا ميزه مهمه جدا في اللابتوب وهو الكرسر الذكي. الماوس بتاعك اللي انت بتحركه عادي ده ما بقاش بيتحرك عادي كده، بقى ماوس ذكي، بقى طول ما انت بتحركه مستني منك هزه جامده معينه كده فماوس يتقلب اي ويعرف الكونتكست اللي انت فيه ويقدر يساعدك في الحاجه اللي انت فيها. يعني لو وقفت على صوره نص فيديو، جيميناي يقدر يحلل الحاجه اللي انت فاتحها ويقول لك ده ايه بالظبط ويساعدك فيها، وده حاجه فوريه من غير ما تدوس اي كليكس. كمان بقى لو معاك موبايل اندرويد اتفرج على الايكو سيستم الحلو. جوجل بدات تفهم بقى القصه، دلوقتي موبايلك الاندرويد كمان هيبقى كانه اكسترنال ستورج لللابتوب. يعني يا صديقي بالمعنى الاصح تقدر في اي وقت تخش عليه كانك حاطط فلاشايه وتخش تنقل دراج اند دروب صور من هنا لهنا او من هنا لهنا بكل سهوله، بتشوف كل فايلاتك. وعلى فكره اللابتوبات دي هتنزل من شركات زي سامسونج ولينوفو من اول اكتوبر 2026. نيجي بقى يا صديقي للحظه الاهم وهي الموبايل بتاعك واندرويد 17 والانتليجنس سيستم اللي جوجل عملته. بقالنا فتره كبيره بنسمع عن حاجه اسمها الايجنتيك اي، او ان في ايجنتس شغالين تحت امرك في الذكاء الاصطناعي، وده دلوقتي اللي جيميناي او جوجل بتحاول تعمله في الموبايلات. فبقى عندك جيميناي انتليجنس، وده مبني على فكره الايجنتيك اي اللي انا بقول لك عليه. يعني دلوقتي هتلاقي جيميناي يقدر يخش على كروم، يفتح موقع الحفله ويحجز لك الكراسي، ويخش على صفحه الدفع ويقول لك حط بصمتك، دن، تذاكرك معاك، مبروك عليك. سامع يا ابل ولا؟ دلوقتي بقى عندك كمان في ان انت تملي الموبايل حاجه جديده اسمها الرامبلر ديكتيشن. انت دلوقتي تعرف عادي ان انت تفتح موبايلك وتفتح الكيبورد وتدوس على المايك وتملي موبايلك اي حاجه. طب ايه الجديد هنا يا صديقي؟ الجديد دلوقتي ان هو بيفهم كونتكست كلامك، مش مجرد بيسمع بس. انت مثلا لو غلطت وتقول لا 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 انا قصدي كذا، فيروح معدل الجمله اللي قبل انا قصدي ويسيب لك الجديده. خلاص مش محتاج ان انت تفهمه يمسح ايه ويسيب ايه او تمسح بايدك، هو يقدر يعمل كده من نفسه. جيميناي انتليجنس. كمان يا صديقي دلوقتي لو انت مهتم بالمحتوى فجوجل عملت حركه ذكيه جدا جدا في اندرويد 17. تقدر تفتح اي شاشه وانت بتعمل سكرين ريكورد ويقطع وشك كانك بترياكت على الحاجه اللي موجوده، ويحطك كانك على خلفيه خضراء بالظبط، يعني قاطع جسمك تماما ويحطك في كورنر السكرين زي ما انت شايف كده عشان تقدر بكل سهوله تقدم المحتوى بتاعك. ده غير انه كمان اعلنت ان ادوبي بريمير هينزل على الاندرويد، وفي فيتشر مخصوصه لليوتيوب شورتس. يعني هو بيسهل لك كل حاجه ان انت كصانع محتوى تبدا من موبايل اندرويد. وطبعا دي خطوه ذكيه جدا جدا من جوجل انها تحاول تخطف الرجلين شويه من ابل لانها معروفه عند كل صناع محتوى. ونيجي بقى لفقره الحاجات السريعه. اول حاجه دلوقتي بقى في اللايف ابديتس اللي هي بتقول لك اوبر جايه امتى او الدليفري جايه امتى زي بالظبط بتاعه ابل. كمان دلوقتي بقى في النيتيف اب لوك، يعني دايركت من الاندرويد تقدر دلوقتي تخش تقفل اي ابلكيشن ببصمتك عادي خالص. وعشان هي تبع الاندرويد كمان في فيتشر حلو قوي، لو انت عامل لوك مثلا للواتساب وجالك مسج منه هيقول لك فوق نيو مسج لكن مش هيكتب لك ايه اللي جواه. الفيتشر الجايه دي معموله مخصوص للفولدبلز او كان تفكيرهم مخصوص للفولدبلز، وهي 90/10. دلوقتي تقدر تشد الشاشه مثلا تلزقها في الكورنر فتروح عامله لك الشاشه دي تاخد 90% والجزء الثاني او الشاشه الثانيه تاخد 10%، وحركه بتحاول تقدم المالتي تاسكينج بشكل احلى والذ. وخد بقى عندك الفيتشر الجامده دي، دلوقتي بقى ينفع تقول لجيميناي اعمل لي الويدجت الفلانيه دي. يعني مثلا تقول له عد لي الايام من دلوقتي لحد مثلا عيد ميلادي الجاي سنه 2028، يروح عامل لك الويدجت ويقول لك اتفضل يا باشا، وتروح حاططها عندك على الوول بيبر مثلا. والكلام ده موجود في جوجل بوك او في الاندرويد كمان. بصراحه اللي جايه دي ما كنتش عايز اقولها، بصراحه مستفزه جدا، ولكن جوجل تعلن عن الليكويد جلاس. اللي جاي دي بقى صديقي في الامان منه، جوجل بتعلن عن فيتشر جديده اسمها ثيفت ديتكشن لوك، ودي يا صديقي بتخلي اي حاجه تحصل للموبايل زي نتش سريعه وجري او مثلا وقعه او اي حاجه سريعه كده تحصل للموبايل، حركه غريبه جوجل تقفشها، هتبدا على طول تعمل لوك للموبايل ويتقفل فورا وما يفتحش غير ببصمتك انت بس. والحاجه العبقريه الثانيه برضو في الامان وهي اللايف ثريت ديتكشن او الكشف عن التهديدات المباشره.
وده من خلال الاي اي اللي بيبقى شغال على موبايلك، بيقدر يكشف عن اي ابلكيشن شغال في الباك جراوند بيعمل عمليات مشبوهه. يعني لو البرنامج ده فتح الميكروفون من وراك او بيسرق داتا او بيعمل اي حاجه مشبوهه، يبدا ينبهك فورا، خلي بالك الابلكيشن الفلاني بيعمل حاجه مش صح. ولو حاسس ان جوجل بتقفل عليك شويه، شوف الفيديو اللي فات هتفهم اكتر. حلو الكلام يا صديقي، حلو الكلام. هل هيوصل لك الكلام ده؟ هقول لك. لو انت يا صديقي معاك جوجل بيكسل، فهتقدر من اول شهر 6 ان انت تشوف الابديتس الجديده. ولو انت معاك سامسونج يا صديقي، هتقدر تشوف التغييرات دي. لو معاك فليب او فولد 8 هتبدا تشوفهم من شهر 7. ولو معاك S26 للاسف هتقدر تشوفهم من اول شهر 10. وباقي الشركات يقال انها من اول نوفمبر وديسمبر الجاي. هل انت بقى مطمن للحوارات اللي بتحصل والاي اي اللي بقى واخد كل حاجه، ولا حاسس ان دي حاجه المفروض تهدى شويه وتقل؟ انا بصراحه انا بدات اخاف من عصر الاي اي اللي بقى متدخل في كل حاجه بتفاصيلك، انه بقى عارف كل حاجه عنك، بالذات ان دي جوجل. يعني جوجل اوريدي عارفه مقاس. ولكن يا صديقي لو سألتني عن رأيي، فأنا أكتر حاجة عجباني في كل الإيفنت هي جوجل بوك، ومستني أشوفها جدا جدا. أنت بقى يا صديقي لو لسه ما تعرفش جوجل هتعمل إيه في سبتمبر الجاي، فما تنساش تشوف الفيديو ده. ولو ما تعرفش موضوع البطاريات اللي هتتغير من أول فبراير 2027، فبرضه ما تنساش تشوف الفيديو ده. وأكيد يا صديقي اللايك والشير والسبسكرايب، وأكيد كمان وأشوفكم في فيديو جديد.